ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده حبيت ان انا اعمل معاكم طريقة عمل القطايف. اكيد طبعا كتير عارفين طريقتها حلوة وسهلة وبسيطة، لكن حبيت ان انا اعملها لكم النهارده بطريقة جديدة. طبعا ليا حبايبي كتير من سوريا، وعرفت ان الحلويات بالطريقة دي سورية. يمكن في سوريا بيحبوا يعملوها اكتر بالجبنة، انا حبيت اعملها بالكريم شانتيه. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة ازاي. حطيت كوبايتين دقيق منخولين حلو جدا، ومعاهم كوبايتين مية دافيين. فحط المكونات كلها كده مع بعض. حبيت اوريكي خميرة فورية هاخد منها معلقة. تمام. وكمان معايا بيكنج باودر هاخد منها معلقة. حطيت يعني رشة ملح صغنونة، وبعد كده معلقتين سكر. طبعا السكر بالذات بيعزز الخميرة انها تختمر بسرعة. معايا مية ورد حطيت معلقة. طبعا مية الورد حطيت معلقة كبيرة، اما المعالق الباقية في الحاجات الخميرة وكده كانت صغيرة، المعلقة الصغيرة. ومعايا باكو فانيليا برضو. الفانيليا ومية الورد بيخلي ريحة القطايف جميلة. مش عايزاها ومش عندك مش حاجة أساسية، استغني عنها. لكن اعتقد اغلبية البيوت فيها الفانيليا، فيعني يفضل لو عندك فانيليا تديها نكهة حلوة للعجينة. وطبعا يعززها اكتر لو مية الورد. زي ما انت شايفة كده بحاول اخلطها كويس عشان تكون ناعمة جدا. انا عايزة اجربها. الخميرة كده كويسة والعجينة كويسة. لو انا عملت الخط زي ما انت شايفة اختلط على بعض، يبقى كده العجينة شوية عايزة دقيق تاني او عايزة مية تاني لحد ما تلاقيها تعمل خط كده. ما يمتزجش مع بعض، يبقى مفصولين زي ما انت شايفة على المعلقة. هسيبها حوالي ساعة تختمر. وطبعا حطيت معاها معلقة خل علشان تعزز تخميرة العجينة. معايا هنا علبة صغيرة، حبيت اوريكي ان دي طريقتها بتسهل كتير ان انتي تعملي القطايف. يعني طبعا لو قدرتي ان انتي يعني تستخدمي ب كوبشة او مغرفة او اي حاجة، يعني انتي وشطارتك. انا دي بسهل عليكي كتير. لو عندك اي ازازة اللي بتاعت الزيوت او كده، ممكن ان انا اغسلها كويس واستخدمها ان انا اقدر اعمل بيها التدويرة حلوة للقطايف على النار. طبعا انا بوريكي بحطها ازاي بطريقة لطيفة وبسيطة تسهل عليكي جدا. انا هنا محضرة معايا صينيتين او طاستين على النار، وحطهم على نار متوسطة. وبعد كده اول ما الاقيها سخنت اخلي النار هادية جدا. خلي بالك من النقطة دي. طبعا شايفة ازاي بتطلع فقاقيع كده. لما تطلع فقاقيع يبقى العجينة بتاعتك ناجحة. بحب ان انا اجرب الاول. عملت قرصاية واحدة، وزي ما انت شايفة لما يبتدي اللون بتاعها بتاع لمعان العجينة يبتدي يروح، يبقى انا كده ابتدى ان هو يستوي. قبل كده ما تحركهاش علشان هتتعجن معاكي. وكل ده طبعا انا بحط في الطاسة لما اتأكد انها سخنت. ولكن اهدي النار. شايفة شكلها ازاي من ورا؟ جميل جدا ولونها ذهبي ولون حلو جدا. هكون محضرة معايا فوطة انزل عليهم بيها واغطيهم علشان ما ينشفوش معايا لحد ما اخلص الكمية. بصراحة كمية كوبايتين الدقيق عملت معايا كمية كبيرة جدا. كمية حلوة. وطبعا انتي لو عايزة اكتر من كده هتضاعفي الكمية. لونها من ورا ذهبي جدا. وشكلها حلو وكمان طعمها رائع. بتسعفك بصراحة في أي عزومة عايزة تعملي حاجات دولشي مختلفة عن كل مرة، تورت وحاجات كده. فدي هتبقى قيمة وجميلة جدا. زي ما بوريكي كده أنا بحطهم على الفوطة كده وبغطيهم علشان ما ينشفوش.
شايفة هشة ازاي وجميلة. حبيت اوريلك ازاي في اللمبة صوابعي باينة ان هي عجينة هشة وخفيفة وناجحة وطرية جدا جدا جدا، يعني ما تفرقهاش عن اللي بتشتريها من بره. شايفة المنظر؟ هبتدي اوريها لك دلوقتي لما بنقفلها بتبقى طرية ازاي، وازاي ان انت تقدري ان انت تقفليها بكل سهولة. جميلة جدا بصراحة. وشايفة ان انا اوريكي ازاي هشة وخفيفة قوي، وزي ما قلتلك يعني كانت واضحة اكتر في الاضاءة ان ازاي صوابعي باينة وراها وان هي خفيفة وطرية جدا. عايزة تخزنيها تحطيها في طبق مثلا فويل او حاجة، وتحطيها مرصوصة وتشيليها في الفريزر لساعة الاستخدام. عايزة تستخدميها كده على طول برضو كله جميل. ادي بوريك ازاي، شوف بتتقفل معايا بسهولة. وانا كنت عايزة اعملها كده شكل يعني نص قفلة. وهبتدي بعد كده اكون بحضر الزيت واسخنه علشان نبتدي نحمرها في الزيت. بس بوريكي ازاي ان انا بقفل القطايف كلها بالطريقة دي. بقفلها كويس جدا عشان ما تفتحش مني في الزيت. في اللحظة دي هبتدي احضر بقى الشربات. معايا كوباية سكر، كوبايتين مية، وعلى النار ابتدي اقلبهم. لما يغلي تكون معايا نص ليمونة وكيس فانيليا، وهحطهم على طول مع معلقة برضو ماء الزهر او ماء الورد. الشربات بسيط جدا، مش محتاج حاجة. على طاسة تانية تكوني بتحضري بقى ايه القطايف علشان تحمريها. طبعا انا هديها اللون الذهبي بس على اساس ان انا لسه عايزة احط لها كريمة او كريم شانتيه. وادي الشربات اهو بوريهولك. بصراحة طلعت جميلة جدا 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 وطريقة حلوة قوي. عجبتني قوي القطايف بطريقة حبايبنا السوريين. قلت لا، ده انا هجرب القطايف السورية بقى بطريقة جميلة. يمكن احنا متعودين نعملها بالمكسرات، متعودين ان احنا نقفلها كلها. قلت لا، طب ما اجربها بدل ما ان هي مثلا بيحبوا هم كمان يعملوها بالجبنة. انا قلت نعملها بالكريم شانتيه والفستق مع الشوكولاتة. بعد ما حمرتها دخلتها في الشربات. مش عايزه اقعدها في الشربات كتير عشان ما تطراش قوي، انا عايزاها مقرمشه. تمام. ودي معايا كريم شانتيه. كريم شانتيه بس يعني صيامي من غير لبن من غير اي حاجه، يعني تنفع في وقت لما نكون صايمين. ونخلطها كويس جدا جدا جدا، لان الكريم شانتيه ده مش من منتجات الالبان، من منتجات يعني الحاجات الطبيعيه. طبعا انا حطيت عليها نص كوبايه ميه ساقعه جدا جدا علشان الكريم شانتيه ما يفصلش معايا. وزي ما زي ما وريتك كده هيبقى بالطريقه دي. خلاص كده بقى ماسك نفسه. هقدر ان انا اقدر اشكل بيها القطايف. بصي منظرها جميله ازاي وطريقتها حلوه جدا. كان عندي برضو فستق كنت طحنته، فهستخدم واحدة بالفستق وواحدة هتكون بالشوكولاتة فرماسيلا. بصراحة طلعت جميلة جدا جدا ولقيتها حلوة قوي قوي، وطريقة بصراحة في منتهى الجمال وتغيير. يعني انت مش شرط ان انت كل مرة تعمليها بالمكسرات، ممكن بالمكسرات، ممكن بالجبنة، ممكن الكريم شانتيه. بس خدي بالك طبعا لو هتعمليها بالجبنة ما تعملهاش شربات. يعني هي اول ما تحمريها تكوني حاطة الجبنة وتعمليها بالجبنة. او كمان اخواتنا السوريين ما بيحمروهاش اصلا، اول ما تتعمل كقطايف عادية بيحطوا الجبنة من غير ما يحمروها في الزيت خالص. بصراحة بصي رائع ازاي بالفستق والكريم شانتيه والشوكولاتة. طبق كده جميل وفخم.
يعني حتى تقدري ان انت تقدميه في اي عزومة في اي مناسبة. بجد لو جربتيه مش هتندمي. بصي الحلاوة، بصي الجمال، جميل جدا جدا جدا، حاجة خرافة، خطير جدا جدا. جربيها، ويا ريت اشوفك في التعليقات، واشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.